معانا بيتزا الجبن المشكله، طبعا تحفه زي ما انتم شايفين. الجبنه الموتزاريلا حلوه جدا جدا، وبالسجق برضو، وحشو الاطراف بصوا نفس الكلام. تعالوا بقى نشوف مع بعض الطريقه. اول حاجه هنا معايا 1.5 كيلو من الدقيق، طبعا تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها. عندي هنا معلقه كبيره من السكر، ومعلقه ونص من اللبن البودر، ومعلقه الا ربع من الملح، وعندي هنا معلقه ونص من الخميره الفوريه، و3 معالق زيت. طبعا انا بعاير بالمعلقه الكبيره دي. وهنحتاج طبعا ميه للعجن، لازم تكون ميه دافيه. اول حاجه بقى احنا هنعملها هنا، هنحط معلقه السكر كده في ربع كوبايه ميه طبعا دافيه. احنا عايزين نشغل الخميره بسرعه، وهحط الخميره الفوريه، اقلبها بقى كده. هسيبها بقى تتفاعل مع بعضها كده شويه. نجيب بقى هنا الدقيق، هحط عليه اللبن البودر. طبعا ممكن تبدلوا اللبن البودر بنص كوبايه لبن دافي. وهحط هنا كده الملح، الزيت طبعا ده هستخدمه اخر حاجه خالص. اقلب بس دول كده. طبعا هي كده اتفاعلت معايا شويه، لو سبتها تتفاعل اكتر، فانا هي حلوه كده بالنسبه لي. هنزلها بقى كده. دول بالظبط ربع كوبايه ميه كده. اقلبها بقى فيها كده شويه. طبعا هاكد تاني ان الميه لازم تبقى دافيه. هنبدأ بقى نعجن، واول حاجة هنحطها كوباية مية، وطبعا المية هنحطها بالتدريج ولازم تكون دافية. هنحط كمان 3/4 كوباية مع ربع كوباية الخميرة، يبقى احنا كده حاطين كوبايتين مية دافية. وهنعجنها كده، وطبعا بتزودوا المية بالتدريج على حسب نوع الدقيق اللي انتوا بتستخدموه. انا هحط كوباية كمان، يبقى كده 3 كوبايات مية. نعجن بقى كويس ونلم الدقيق كله معانا. هحط بقى حبة الزيت، هحط مثلا 3/4 كده، واسيب معلقة كده علشان ابقى احطها في الارضية بتاعتها وهي بتتخمر. وافضل اعجن بقى كده حوالي 10 دقايق ولا حاجة لحد ما تتلم معايا. انا محتاجتش اي مية تاني خالص، لو احتاجتوا انتوا حطوا. لمها بقى بصوا، اتلمت معايا كده وبقت حلوة جدا. بصوا طرية ازاي. انا بقى هسيبها تتخمر. هحط بقية الزيت دوت في الارضية بتاعت الطبق، وهحط فيه العجينة، وهنمسح ايدينا بالزيت ونمسح بيها العجينة برضو، وهنحطها بقى كده في الطبق، وهنقفل عليها بقى كده، وهنسيبها تتخمر اقل حاجة 5-6 ساعات علشان تدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. دلوقتي العجينة اهي معانا، دي بالظبط قعدت معايا 5 ساعات كده تخمير. نحط حبة دقيق كده في الرخامة، وهناخد جزء من العجينة ونجيب نشابة بقى ونفضل نفرد. طبعا تفردوا كويس كده، وتخلوا سمكها كده حوالي 1 سنتي، ونفردها برضو من الجناب كده عشان تاخد الشكل الدائري. هنجيب بقى صينية، ومن ظهرها كده هندهنها زيت كده، وهنحط بقى نفرد عليها العجينة كده من فوق. طبعا انا قلبة الصينية ومستخدمة ظهرها. هبدأ بقى افرد العجينة كده لحد ما اخرج منها اي زيادة، وتبقى كلها كده سمك واحد. وهنشيل منها اي زيادات، هنقطعها بالسكينة طبعا من طرف الصينية كده. بصوا شكلها اسهل واحسن بكتير من ان احنا نحطها جوه الصينيه، وعشان لما ندخلها الفرن نطلعها تطلع معانا بكل سهوله. ولو عندكم طبق مفرود ممكن تحطوها فيه على طول. اول حاجه هنحطها، عندنا هنا معلقتين صلصه كبار، عليهم ربع كوبايه لبن وربع كوبايه ميه، ونص معلقه توم باودر، ونص معلقه بصل باودر، وملح وفلفل، يعني برضو ربع معلقه كده او نص معلقه، ورشه شطه. وغليهم على النار كده حوالي 10 دقايق ولا حاجه.
اهي بقت بالسمك دوت بالشكل ده. هناخد بقى حبة كده ندهنها فيها. احنا فردناها كده خلاص. كده خلاص انا حطيت الصلصه. طبعا الحشو اللي انتوا هتحطوه تحطوه براحتكم، عايزين تحطوا لانشون، جبن مشكله، سجق، سوسيس، لحمه مفرومه براحتكم، جبنه رومي. احنا هنا عندنا لانشون وجبن مشكله نستو على كيري وجبنه بيضه، وعندنا سجق، وعندنا هنا جبنه رومي مبشوره، وجبنه شيدر مبشوره، وعندنا جبنه موتزاريلا كده مبشوره، وعندنا جبنه موتزاريلا نوع تاني كده دي سوري، وعندنا هنا زيتون وفلفل اخضر وطماطم. اول حاجه بقى في اي بيتزا هتعملوها بعد ما تحطوا الصلصه هتحطوا الجبن. نحط الجبنه كده عشان بقى تشد معانا. طبعا اهم حاجه ان الجبنه تبقى محطوطه كويس. نحط برضو من النوع دوت، اي نوع جبنه عندكم بيمط تحطوه. وهنحط كده جبنه شيدر بالشكل ده برضو. وهنحط جبنه رومي، انا دي هعملها جبن مشكله بالشكل ده. وهحط الجبنه البيضه كده. ودي جبنه نستو برضو هحطها من فوق الوش. تسيح معايا بقى وهتبقى حلوه. هحط طبعا لانشون متفرق كده. ممكن تستغنوا عن اللانشون لو حد ما بيحبش اللانشون، ممكن تحطوا بداله سوسيس. انا مش هحط كتير. نحط الجبنه الكيري بقى، هنوزعها اي نوع جبنه عندكم هتحطوه. واحطه كده من فوق الوش رشه زيتون كده. ورشه فلفل اخضر، وكم واحده طماطم كده. طبعا احنا مقطعين الحاجات دي مكعبات. كده زود لها بس كده جبنه تاني. بصوا هي كده بقت جاهزه معايا. انا هوزعها كده. احنا هنعمل واحده تانية بحشو الاطراف، فسيبنا كده من العجينه في الجناب زياده وحطينا عليها صلصه. وهنحط بقى دلوقتي الجبنه. طبعا اهم حاجه زي ما قلت لكم ان الجبنه تتحط اول حاجه بعد الصلصه، هي اللي هتدينا المطه وهتدينا الطعم اللي بنشوفه بره ده. حطوا بقى جبنه زي ما انتوا عايزين، احنا في البيت ونقدر نحط الكميه اللي احنا عايزينها ونخدمها براحتنا جدا. طبعا او احسن بره بكتير جدا. نحط بقى السجق، نحط كده حبه عشان بعد كده نقفل عليهم من الطروف. هنبدأ بقى ناخد الجناب بتاعة العجينة ونقفل عليها كده ونضغط طبعا جامد. تحطوا بقى مثلا الكمية اللي انتوا عايزينها بسمك كده برضو 1 سنتي بس عريضة شوية. تبدأوا بقى تقفلوا عليها كويس.
احنا هنكملها بقى كلها كده، ونتأكد برضو ان احنا قفلنا الاطراف بعد ما نخلصها. هخلصها وارجع لكم. طبعا بعد ما نخلص دي هنكون عملنا بيتزتين من كمية العجينة اللي احنا طلعناها، وباقي العجينة هندخله في الفريزر، ولما نحتاجه هنطلعه هيكون زي الطازة بالظبط. هي بقت جاهزة معايا بالشكل دوت. انا هدخلها الفرن على درجة حرارة 250 لمدة ربع ساعة وهطلعها. دي بعد ما طلعت معايا من الفرن بعد ربع ساعة بالظبط. بصوا الجبنة سايحة من فوق ازاي، تحفة طبعا. وان احنا نحطها من ظهر الصينية بصوا بتتزحزح معايا على طول اهي. وطبعا كده هتبقى اسهل معانا في التقطيع والتقديم. احنا قطعناها بقى، بصوا الجبن شكلها عامل ازاي. طبعا دي الجبن المشكلة، طعمها يا جماعة تحفة جدا. وريت تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب لقناة لايف من مطبخ لولو، وشكرا على متابعتكم.